اهلا يا برج الجوزاء. تعالوا نشوف رسالة ملاكة الحارس ليك ايه في الوقت الحالي. يلا بينا. برج الجوزاء. بصي يا برج الجوزاء، او ملاكك الحارس نزلك ورقة الين او الطاقة الانثوية. هو بيطلب منك في الوقت الحالي، او نصيحته ليك في الوقت الحالي، انك تبتدي تشتغل على قصة ان انت تبقى مستقبل اكتر من انت اللي بتعطي، او ان انت اللي بتاخد الاكشن، او انت اللي بتعلم، او اللي انت بتليد، او اللي انت بتدير الامور. ادي فرصة للي حواليك ان هما يقولوا لك، او هما اللي يديروا القصة. اديهم الفرصة ده، ادي فرصة لنفسك انك تستقبل. انت ممكن تكون قاعد بتعمل حاجات كتير، وبتدي ناس كتير، ومسؤول عن ناس كتير، والشغل والبيت والعلاقات وايا كان في حياتك، يعني كل واحد ياخدها في قصة حياته. بس ومشكلتك ان انت مش عارف تستقبل. ما فيش حد بيهتم بيك زي ما انت بتهتم بالاخرين. ما فيش حد بيقولك تعمل ايه، انت دايما انت بتقول انت اللي هتعمل ايه وبتعملها بالظبط. فالين طاقة الأنوثة، حتى لو كنت راجل، ملهاش دعوة طبعا بالفانكشن، او ان انت تبقى قاعد مرتاح او كده. بكل بساطة طاقة الأنوثة انك تستقبل، تقعد تبتدي مش ترتاح بس، تبتدي تهدى بقى كده شوية. الناس هي اللي تاخد الليد حواليك. خلي الناس تقولك تعمل ايه، طبعا المقربين اللي موثوق فيهم. شوف اللي قدامك هيتصرف ازاي. هو مش لازم كل حاجة تحصل بنفس الطريقة اللي انت عايزها، بنفس الماب، بنفس الخطة، بنفس الطريقة، والنتيجة تبقى بنفس النتيجة اللي انت عايزها. انت المهم في الاخر النتيجة تبقى كويسة بتاعت الموضوع، او يعني زي ما هو مرغوب فيه. بس ما تبقاش اللي هو لا بنفس طريقتك، بنفس اللي انت عايزه، بنفس الخطوات. لا، خلي اللي قدامك شوية هو اللي يبتدي يمشي. امشي انت مع الفلو. انت محتاج تبقى مرن اكتر بمعنى اصح. وممكن تلاحظ في الوقت الحالي ان انت عندك بلوكات في مش عارف تستقبل مادة، مش عارف تستقبل مال، مش عارف تستقبل اوفرز لو في الشغل، مش عارف ليه كل دوت. لان انت في طاقة يانج، طاقة ذكورة. طاقة الذكورة دايما ما فيهاش اي استقبال. فانت محتاج تقف كده شوية وتهدى، وتمشي مع الفلو، وتخلي اللي حواليك هما اللي ياخدوا الستيب الاولانية. لو في علاقة عاطفية، انت محتاج برضو ان انت اللي تبقى في مكانك، وان اللي حواليك هما اللي يعملوا المبادرة. لو عايز حد يصالحك هو اللي يصالح. انت خليك مجرد استقبال مش اكتر للتصرفات اللي حواليك. ادي الناس الفرصة ان هي تجيب لك هدية. ادي الناس الفرصة ان هي تبقى معطاءة معاك، ان هي تتبسط من عطائها ليك. انت مش لازم تفضل طول الوقت انت اللي بتعطي عشان تعرف تستقبل. دي اهم حاجة. انت محتاج تبقى مرن اكتر. من رسالة تانية انت محتاج تبقى مرن. واضح انك مش مرن. طاقة الذكورة مش ما فيهاش مرونة. انت محتاج تبقى مرن شوية عشان تعرف تستقبل، تعرف تفهم المواضيع بطريقة احسن. ادي فرصة لو لشريك حياتك ان هو اللي يوريك هو ممكن يقدر يعمل ايه. اديله فرصة بس. هو ده اللي انت محتاج تعمله الفترة دي. ولو انت في حاجة عايز تعملها، واللي حواليك بيلوموك او شايفينك ان انت بس، يعني الحاجة اللي انت عايز تعملها دي غريبة، او هتطلع من نمط معين، او لا، يعني ما تحاولش ان انت تندم ولا تجلد نفسك انك تختار حاجة انت حاببها، او تختار حاجة انت بتعملها، او حتى يلوموك على مثلا شغلانة انت اشتغلتها مش عاجبة اللي حواليك، او تصرف غلط، او لا. انت محتاج ان انت تثق في نفسك اكتر، وتعرف انك ماشي على الطريق الصح، وان انت مش لازم تلوم نفسك. يعني وانا من غير اسف انا بختار مع كل الحب، انا بختار اللي يريحني، وانا بختار اللي انا احبه، وبختار اللي انا اتبسط بيه. بس انت محتاج تهاف فن شوية يا برج الجوزاء، وتبقى في طاقة استقبال اكتر. هي دي رسالتك النهاردة. يلا قولنا ايه رأيك في الفيديو، باي باي.